طلعت وحوش وهي بتحفر في الأرض. دي حكاية ماري أنينج. ماري اتولدت سنة 1799 في بلد صغيرة على الساحل الإنجليزي اسمها لايم ريجس. أبوها كان نجار بسيط بس عنده هواية غريبة، بيحب يجمع الحفريات من على شط البحر. ماري كانت بتلزق فيه زي ضله وتطلع معاه كل يوم تدور على المدفون في الصخور. بس للأسف أبوها مات وهي عندها 11 سنة، وكانوا فقراء جدا لدرجة إنها كانت بتبيع حفريات السمك في السوق عشان تجيب بيها أكل. الناس كانت بتتريق عليها وبيقولوا البنت اللي بتبيع العظم. ماري وهي عندها 12 سنة لقت حاجة محدش لقاها قبل كده، وهي بتحفر لقت هيكل عظمي ضخم لكائن بحري مرعب. ولما العلماء جم يبصوا على اللي لقيته اتفاجئوا. العلماء وقتها ما كانوش لسه حتى اخترعوا كلمة ديناصور، فسموه وقتها إكسيوسور، يعني سحلية السمك. بس طبعا سرقوا الاكتشاف ونسبوه لنفسهم لأنها كانت بنت وفقيرة ومش متعلمة تعليم رسمي. بس هي ما وقفتش، كملت اكتشاف ورا التاني لحد ما لقت كائنات غريبة تانية زي البلزيوسور، وده كائن برقبة طويلة شبه وحوش البحر، وأول جنين متحجر جوه بطن أمه، وحاجات علمت العالم إزاي الكوكب اتغير وإزاي الديناصورات كانوا عايشين. بس برغم كل ده ما خدتش أي تكريم ولا ذكروا اسمها في الكتب. حتى الرسائل العلمية كانت بيتذكر فيها السيدة التي وفرت العينات بدل ما يحطوا اسمها. العلماء كانوا بياخدوا اكتشافاتها وينشروها بأساميهم، لكن الحقيقة هم كانوا بيشتغلوا نظري وهي كانت بتشتغل بإيديها وسط الصخور. ماري مرة كتبت في رسالة ليها: لقد استغلني العالم بشكل قبيح، وأخشى أن يكون هذا الأمر قد جعلني أشك بجميع من حولي. ولما ماتت سنة 1847 كان عمرها 47 سنة، بس سابت وراها علم كامل اسمه علم الحفريات. والنهاردة بيقولوا ماري أنينج كانت واحدة من أهم علماء الجيولوجيا في التاريخ. وفي سنة 2010 أدرجت الجمعية الملكية أنينج في قائمة النساء العشرة البريطانيات الأكثر تأثيراً في تاريخ العلوم، يعني بعد 163 سنة من وفاتها. ودي كانت حكاية ماري أنينج اللي خلت العالم يعرف إن البنات مش بس بيعرفوا يحفروا في الأرض، ده كمان بيعرفوا يحفروا اسمهم في التاريخ. فما تنسيش تتابعيني أنا هند رائد في بودكاست بطلة الحكاية، عشان كل واحدة عندها حكاية تستاهل تتحكي.